مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوبة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يا رب يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب. السنة اللي فاتت عملنا سلسلة حلقات وسميناها لو كنت مبتدئ، ولما رجعتها هي بصراحة فيها كمية معلومات شيقة جدا 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 ومعلومات قيمة قوي قوي قوي. بس أنا لما رجعتها لقيتها فيها شوية عشوائية. علشان كده السنة دي قررنا نعمل تاني جزء جديد من سلسلة لو كنت مبتدئ، وهنسميها لو كنت مبتدئ في رمضان كريم. السلسلة ديت هنبدأ بيكم، هنبدأ ناخد ايديكم من اول المبتدئين خالص، من اول اي حد من حبايبنا اللي لسه ما دخلوش مجال النباتات الداخليه، ياخدوا ازاي يشتروا النباتات الداخليه وايه هي الانواع، وهنقول فيها معلومات قيمه جدا، وهنبدا ناخد ايديكم ونوصلكم من مرحله المبتدئ لمرحله الاحتراف ان شاء الله رب العالمين. طيب، وفي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وعلشان احنا في رمضان، عشان خاطري ما نخليش السلسله ديت تاخدنا عن اداء مناسك رمضان، يعني ما تاخدناش عن ربنا. السلسله دي هتبقى موجوده ان شاء الله رب العالمين، نرجع لها في اي وقت. اهم حاجه السبق الفتره ديت لرمضان، قرآن وصلاة وصدقة وصوم وكل حاجة حلوة، يعني الحاجات اللي احنا ما كناش بنعملها في الأيام العادية، يا ريت دلوقتي ان احنا ان شاء الله رب العالمين نعملها مع بعضينا، وما تخلوش الفيديوهات بتاعتي تعطلكم على أي حاجة كويسة ممكن تعملوها وممكن تتقربوا بيها لربنا. وعلشان انتوا حبايبي قررنا نعمل مسابقة جميلة جدا 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 في اخر كل حلقة من حلقات سلسلة لو كنت مبتدئ رمضان كريم. هنعمل سؤال، هنقول سؤال، والسؤال ده اجابته جوه الحلقة. اكتر حد هيجاوب اجابات صحيحة هنعمل سحب بالذكاء الاصطناعي، وهنقدم لهم جوائز في منتهى الجمال والروعه. الجوائز مقدمه طبعا من مشتل الصوبه، وبعون الله هتبقى جوائز قيمه قوي 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 قوي، و تستاهل ان شاء الله رب العالمين اجتهادكم معانا. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. بس قبل ما نبدا، اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه بتاعتنا ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير علشان معلوماتنا ونباتاتنا توصل لكل حته في العالم. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه، خليكم معانا. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده، دلوقتي انا راجل مبتدئ دخلت مشتل لاول مره وعايز اجيب نباتات داخليه. ايه هي النباتات الداخليه اللي انا ممكن ابدا بيها، وازاي اعرف ان كانت النباتات دي تلائم المكان عندي ولا ولا ما تلائمش. تمام. اول حاجه هبص عليها المكان، النبات نفسه اللي موجود في المشتل. يعني انا دلوقتي رايح اجيب نباتات داخليه. اول حاجه ما ينفعش خالص ان انا اخد نبات بره او الدور حد يقول لي عليه ان هو ينفع جوه اندور. ده طبعا ما ينفعش خالص خالص خالص. بشوف صاحب المشتل نفسه حاطط النبات فين، حطه بره الصوبه جوه الصوبه. تمام. لو هو بره الصوبه يبقى اكيد مش هينفع ان انا احطه جوه البيت عندي. طيب انا دخلت جوه الصوبه، هبدا اختار نباتات. ايه هي النباتات اللي انا ممكن ابدا بيها كمبتدئ؟ اول نبات وبسرعه جدا هنتكلم عنه، النبات اللي ممكن ابدا بيه كمبتدئ اللي هو السنجونيوم، الوايت باتر فلاي، اللي هو السنجونيوم الاخضر العادي. ده نبات قوي جدا يتحمل اي نوع من انواع الاضاءه عندك في البيت، سواء اضاءه منخفضه سواء اضاءه، طبعا احنا متفقين ان ده مش هيجيله شمس مباشره. الاضاءه الداخليه بتاعت البيت، يعني نور ربنا اللي موجود جوه البيت عندك.
لما حضرتك بتطفي النور وبتمشي في البيت هتشوف طبعا السكه مش هتتكعبل في حاجه، يبقى نور ربنا طالما داخل عقل النبات يبقى كده تمام، مفيش مشاكل منه خالص. السنجونيوم والوايت باتر فلاي اللي هو السنجونيوم الاخضر العادي بيتقال عليه رجل البطه، طبعا انا مش بحب التسميه دي خالص. من اقوى انواع النباتات اللي ممكن تتعامل معاها. وعلى فكره السنجونيوم بشكل عام في منه اصناف وانواع كتيره جدا 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 جدا. في الاول هنجيب السنجونيوم والوايت باتر فلاي، وبعد كده نبدا واحده واحده نجيب الانواع التانيه. النوع التاني الطبيعي جدا جدا ان احنا نختاره اللي هو البوتس. البوتس برضو من النباتات القويه قوي قوي قوي، مش محتاج اي نوع من انواع الرعايه، زيه زي السنجونيوم بالظبط. طريقه اكساره برضو في منتهى السهوله زي السنجونيوم. سعره برضو حنين قوي، صغير قوي 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 زيه زي السنجونيوم. جميل قوي، مش محتاج اي نوع من انواع الرعايه. يعني نحطه في اضاءه عاليه هيشتغل معاك قمر طبعا، اضاءه منخفضه هيشتغل معاك برضو، مش هيتكلم معاك ومش هيغضب منك. نبات جميل جدا جدا جدا. طيب انا زهقت دلوقتي من اللون الاخضر، وانا بمعنى صح انا مش عايز الوان خضراء في البيت كتير. يعني السنجونيوم والوايت باتر فلاي لونه اخضر، البوتس لونه اخضر. طيب انا عايز نبات سهل بس ما يكونش لونه اخضر او في نسبه الوان تانية مختلفه. انا برشح لكم طبعا الاجلونيما الليدي فالنتاين. الاجلونيما الليدي فالنتاين زي ما انتم شايفين كده فيها الوان مختلفه جدا، فيها اللون الاخضر وفيها اللون البينك. وعلى فكره النبات دوت انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. النبات دوت كل ورقه جديده بتطلع اغمق من اللي قبلها، يعني النبات بيحمر. يعني بص الورقه دي كده، يعني طبعا مع الاسف الاضاءه برضو مش واضحه قوي بس انا بحاول ابين لكم. اللون ده فيها نسبه البينك ورايح على الاحمر شويه. مع الوقت مع العمر النبات ده هيتحول للون الاحمر. نبات جميل جدا، هادي قوي، قوي جدا جدا جدا. برضو زيه زي البوتس زي السنجونيوم. برضو سعره اقتصادي مش غالي. نبات جميل قوي 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 قوي. طيب يا اسامه، انا بصراحه انا مش عاجبني الالوان دي، انا عايز حاجه ملونه وعايز حاجه مش تقليديه، ومش مهم الليفل، نطلع بالليفل ماديا شويه يعني. علشان كده النهارده معانا برضو من النباتات القويه جدا والسهله قوي الاجلونيما المونستون. نبات جميل قوي، الوانه في منتهى الجمال والروعه. شايفين الجمال؟ برضو النبات حلو قوي، متسامح مع اي اضاءه ممكن تكون عندك في البيت. نبات طبعا احنا متفقين ان ده نبات داخلي ما بيتعرضش لشمس مباشره نهائي. من النباتات الجميله جدا جدا جدا، والوانه زي ما انت شايف. النبات دوت هنحطه في اضاءه عاليه هيدي شكل، هنحطه في اضاءه منخفضه هيدي شكل تاني. ما تلاقيش سبحان الله ورقتين شبه بعض. شايف الوضع عامل ازاي؟ حاجه جميله قوي قوي قوي. نبات سهل قوي قوي ممكن تبدا بيه ومش تقليدي. يعني ممكن ان احنا نبات قوي يستحمل معاك في البيت ومش دارج، مش تقليدي. طب يا اسامه، انا عندي رف وعايز احط عليه نبات وينزل يتهدل من على الرف دوت. تنصحني بايه؟ وفي نفس الوقت انا مش عايز حاجه لونها اخضر برضو صرف، يعني عايز حاجه ملونه كده مدندشه تغير لي المود بتاعي. انا بنصحكم بالفيلودندرون الاسكاندس البرازيلي. نبات جميل قوي قوي قوي. ده بيتحط على الرف، ده نبات مهدل. بيتحط على الرف وممكن ينزل معانا ويتهدل معانا على الرف بتاعنا. نبات بيحب جدا الاضاءه المنخفضه. نبات قوي 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 قوي. نبات سهل مفيش اي مشكله منه. اكساره برضو في منتهى السهوله. انت ممكن تقص منه وتحط في ميه هيجدر معاك، هتحط في تربه هيشتغل معاك على طول. الوانه زي ما انت شايف كده، الميكس ما بين الاخضر الفاتح والاخضر الغامق والاصفر. على فكره هو لونه كده، لونه اصفر.
نبات مبهج قوي، يعني نبات تحطه قدامك كده يخطف عينك. ربنا سبحانه الله وتعالى اتكلم على اللون الاصفر ان هو بيسر الناظرين. نبات جميل قوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحمد لله عندنا في مشتل الصوبة سعره الى حد ما اقتصادي قوي، الوانه وكثافه زي ما انتم شايفين اهو. الاسكندس البرازيلي من النباتات الجميله جدا جدا جدا. دائما وابدا الميكس الابيض مع الاخضر بيدي بهجه في منتهى الجمال. الميكس الابيض مع الاخضر بيخطف العين بشكل فيه منتهى الروعه. عشان كده النهارده انا معانا الاجلونيما سنو وايت بالابيض، بالميكس الابيض مع الاخضر. حاجه كده جميله جدا جدا جدا، من النباتات الهايله قوي قوي قوي، من النباتات القويه جدا جدا جدا. النبات ده المفروض ان هو مستورد، جه مصر وهو صغير، كبر عندنا في مصر، يعني اتاقلم عندنا في جو مصر بتاعنا. نبات قمر قوي 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 قوي. في عندنا برضو الحق سعره مش غالي قوي، هو طبعا الى حد ما مش رخيص، بس نبات بصراحه يستاهل. نبات الوانه زي ما انتم شايفين كده، الميكس الابيض مع الاخضر عاطي شكل فيه منتهى الجمال والروعه. الاجلونيما سنو وايت على فكره عندنا في مشتل الصوبه احجام كتيره جدا جدا جدا، احجام في احجام امهات. ده حجم تاني اهو، ده حجم تاني من الاجلونيما السنو وايت. حاجه كده، دي امهات. بصوا كده، نبات مجوز اهوت. احجام جميله جدا. النبات ده مش بيطول على فكره بالمعنى قوي، النبات ده بيبقى كثافه عاليه، بيخلف كتير، نبات قوي. حطه برضو في اي اضاءه عندك هيديك اشكال وانواع كتير. عايز الابيض ياما هتحطه في اضاءه عاليه، عايزه الابيض زاعق للعين شويه هتحطه في اضاءه منخفضه شويه. يعني هو متسامح مع اي اضاءه ممكن تكون عندك. مش هطول عليكم، وكفايه كده الفيديو لغايه هنا اهوت. ومعادنا دلوقتي مع سؤال الحلقه بتاعتنا، هتجاوبونا عليه في الكومنتات تحت. السؤال باختصار شديد، انا عرضت كام نبات النهارده؟ هتكتبوا لنا الاجابه في الكومنتات تحت. وزي ما انا قلت لكم كده، هنعمل في نهايه شهر رمضان هنفرز الاجابات، واكتر حد هيجاوب اجابات صحيحه طبعا هنعمل قرعه كده بالذكاء الاصطناعي ان شاء الله رب العالمين، وهيكسب معانا يعني ان شاء الله جوائز قيمه جدا 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 جدا. يمكن الجائزه الاولى ممكن تعدي ال 1000 جنيه. نباتات طبعا مش فلوس. انا عايز كومنتاتكم كتير تحت، وكلكم تجاوبوا على السؤال بتاعي النهارده. هعيد لكم السؤال تاني وهكتبه لكم على الشاشه. انا عرضت كام نبات النهارده؟ لغايه هنا اكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، طبعا اجابه السؤال تحت، علشان نباتاتنا توصل لكل حته في العالم، معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.